السباحة حرة وال200 متر متنوع، رافعا رصيده من الذهب إلى 13 ميدالية ليحطم بذلك الرقم القياسي العربي من حيث عدد الذهبيات. حسن مرتضى وتفاصيل. عشاق التونسي أسامة الملولي كانوا على الموعد في اليوم قبل الأخير من منافسات السباحة في الدورة العربية، موعد لم يخلفه كرش كورتاج، فحصد الذهبيتين كما كان متوقعا ليرفع رصيده الفردي من الذهب إلى 11 ميدالية، محطما الرقم العربي السابق والمسجل باسم مواطنته مروى المثلوثي في دورة القاهرة عام 2007. ذهبية الملولي الأولى كانت في سباق 100 متر حرة مسجلا 49 ثانية و55 جزءا، أما الذهبية الثانية فكانت في سباق 200 متر متنوعة قطعها الملولي في دقيقة و59 ثانية و9 أجزاء، متقدما على مواطنه تقي مرابط والمصري محمد جاد الله. اليوم أصعب يوم بالنسبة لي، بديت نحس بالتعب. 100 متر سباحة حرة خليت شوية صعوبات في ساقية شوية، ولكن الحمد لله تمكنت من الفوز، ونهدي الفوز هذا لأبناء وبنات فلسطين.